السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة بأحسن حال. طبعا كده قبل كده عملنا السبونش البيتي ب3 بيضات، عملناها قبل كده وشفناها بنعمله ازاي. النهاردة هنعمل كده السبونش بس هنزينه، هنعمل كده تورتاية تزيينة بسيطة وحلوة وإن شاء الله هتعجبكم وسهلة وللمبتدئين. طبعا كده معانا السبونش عملناه وبات كده من امبارح، عشان تعملي الكيك الاسفنجي وتزينيه لازم كده تعملي قبلها بيوم بالليل وتزينيه الصبح او الصبح وتزينيه بالليل. طبعا كده معانا الكيك جاهز، نركنه كده على جنب ونبدأ نجهز الكريمة. طبعا كده معانا بولة، هننزل كده بمعلقة لبن بودرة، لو ما توفرتش عندك مش مشكلة، ممكن تعملي بلبن طازة ساقع متلج، تعملي كده بمية اللي يريحك. هننزل كده بكوباية مية ساقعة متلجة من الفريزر. طبعا دي تركاية محدش هيقولك عليها غيري، عشان الكريمة بتاعتك تطلع جامدة ومتماسكة وما تسحش. معلقة سكر مش بودرة خشنة، ونجيب كده المضرب بتاعنا ونبدأ نضرب السكر مع المية الساقعة ومعلقة اللبن البودرة لغاية كده لما السكر يدوب. طبعا كده دوبنا معلقة السكر الكبيرة الخشنة في كوباية المية الساقعة المتلجة ومعلقة اللبن. ننزل كده بكوباية الا ربع كريم شانتيه خام، ونبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم الأول على سرعة هادية، وبعد كده نزود السرعة ونضرب الكريمة لغاية كده لما تتضرب معانا زي ما ونشوف قوام الكريمة. طبعا كده ونص معلقة كريم باستري، عشان كده طبعا القوام الكريمة يبقى متماسك وزي اللي بتجيبيه من بره، بس معلقة كبيرة ما تكتريش عن كده عشان اللون ما يتغيرش معاكي. طبعا الكريمة كده اتضربت معانا كويس، نبدأ كده نملاها في كيس الحلواني بتاعنا ونبدأ نقطع الكيك بتاعنا. طبعا كده ومعانا المنشار اللي بيقطع الكيك بتاعنا. طبعا زي ما انت عايزة تظبطيه على 6 على 7. طبعا كل ما هتظبطيه تبقى معاكي رقيقة او سميكة. يعني مثلا دي كده نعملها 3 طبقات. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم، نشيل كده اول طبقة. طبعا كده ونشيل، شايفين الكيك السبونش البيتي بتاعنا، شايفين كده الهشاشة حاجة كده جميلة جدا. نبدأ كده نقطع ما بيفرولش ولا اي حاجة، عشان كده مقدره مظبوطة وجميلة. شايفين طبعا دي كده هتكون عالية كده، هنعملها 4 طبقات. نشتغل كده بالراحة. طبعا كده عملناها كده 4 قطع، بس القطعة الرابعة اللي هي الوش مش هستعمله، هشيله نعمل به اي حاجة او ناكله كده من غير كريمة، او ممكن كده تعملي به الكاسات اللي هي بين الكيك وبتبقى طبقة كريمة وطبقة اي فاكهة عندك. طبعا كده هنركنه على جنب. طبعا كده معانا نص كوباية مية مدوبين فيها معلقتين سكر، او عندك شربات تخففيها جدا عشان نسقي الكيك بتاعنا. طبعا انه نجيب كده قاعدة الكيك طبعا والكريمة اللي احنا عملناها، ننزل كده الاول بشوية عشان نخلي الكيك كده تمسك، وبالفرشة ونسقي الكيك بتاعنا. شايفين الكيك بسم الله ما شاء الله هش جدا جدا. بفرشة بمعلقة اي حاجة عندك اللي هتسقي بيها، ونجيب كده الكريمة نبدأ كده نوزع الكريمة على التورته بتاعتنا. ما تخافيش من اي حاجة تطلع بره ولا اي حاجة، كله هيتساوى معانا ان شاء الله. نجيب كده الطبقة التانية ونثبت كده على الطبقة الاولى ونسقي. طبعا كده ننزل بالكريمة على الطبقة التانية. طبعا ما تخافيش لو ما عرفتيش تقطعيها اول مرة او قد طلعت كده منك مش متساوية، كله هيظبط. كلنا كده بنتعلم والحياة تجارب، ولازم كده نتعلم عشان نعرف نشتغل، ولازم الحاجة تبوظ منك مرة واتنين عشان تعرفي تشتغلي صح وتتعلمي. طبعا كده اخر
الطبقة نحاول كده نشيل قشرة كده بسيطة بالشكل ده. طبعا بعد ما شلنا كده شوية من الوش نبدأ برضو كده نسقي بالمية ام سكر. لو عندك مية كمبوت، عندك كده زي ما قلت شربات، بس تكون خفيفة جدا. لو تقيلة كده تخفيها بمعلقتين مية. ونبدأ كده ننزل بالكريمة على الطبقة الثالثة، نملى الكيس كريمة طبعا. ونبدأ كده على الجوانب، ما تخافيش كده، لازم كده تتعلمي التزيين وتتعلمي الطرط والجاتوهات وتتعلمي كل حاجة. نبدأ كده الأول كده نبدأ من الجوانب، نلف ونساوي، ما تخافيش كله هيتساوى. ونشيل الزيادات على الجوانب، ونغلف كده الأول تغليفة حلوة، وأي حتة مش طايلة الكريمة. طبعا تزيين الطرط ده محتاج وقت، لازم كده تعمليه بالراحة. طبعا كده نجيب السكبر بتاعتنا ونشتغل بيها، ونساوي كده بيها بالشكل ده ومن فوق. شايفين بالشكل ده، نشتغل كده بالراحة. ونساوي كده من فوق وعلى الجوانب، نساوي كويس من الجوانب ونشيل كده الزيادات بالشكل ده. طبعا كده خلاص، ونساوي كده من فوق وعلى الجوانب. تشتغلي كده بالراحة. نساوي الوش كده من فوق تسوية كده حلوة. لازم كده يكون معاكي اي حاجة فيها كده مية عشان تنزلي السكين بتاعتك وتساوي بيها بالشكل ده. تشتغلي كده بالراحة وعلى مهلك، تطلع معاك الحاجة زي الفل. ونساوي، شايفين بالشكل ده هتتساوى معانا. الجوانب ومن فوق وكل حاجة كده سويناها بالشكل ده. وهنبدأ كده ندخلها التلاجة تجمد شوية، وبعد كده نعمل لها التزيينة النهائية ونغلفها بالصوص اللي احنا هنعمله. طبعا كده معانا السكبر المشرشرة، نبدأ كده نعمل لها شكل بالشكل ده، وبعد كده ندخلها ونسيبها تجمد شوية. بعد ما تجمد زي ما قلت هنعمل لها التغليفة النهائية. طبعا كده التورته بتاعتنا بعد ما خدت كده نص ساعة في التلاجة عشان الكريمة كده تجمد وتمسك عليها. طبعا كده معانا صوص الشوكولاتة بتاعنا، حطيناه كده في كيس حلواني استخدام مرة واحدة. وهنبدأ كده نعمل فتحة في الكيس صغيرة، هننزل كده على الجوانب بالراحة.
عشان كده الصوص ينزل كده على الجوانب. طبعا صوص الشوكولاتة احنا عملناها قبل كده برضو مع بعض. شايفين كده احنا عايزين الشكل ده. نبدأ كده نغلفها من فوق بصوص الشوكولاتة برضو. نبدأ كده نوزع الصوص بتاعنا اللامع الجميل. نزود كان تاني كده على الجوانب ونوزع كده بالراحة. الصوص بتاعنا اهم حاجة في الشغل تبقي كده مش مستعجلة وتشتغلي براحتك. ونوصل صوص الشوكولاتة لكل جانب كده التورتة بتاعتنا. شايفين كده تزيينة بسيطة انما جميلة جدا. دايما كده نختار التزيينات البسيطة اللي تنفع معانا في البيت وتكون سهلة. طبعا كده هنسيبها كده بس 10 دقايق في التلاجة تاني، وبعد كده نديها كده الوش الاخير تزيينة كده بسيطة. طبعا كده التورته الجميله بتاعتنا اللي احنا زيناها تزيينه بسيطه معانا كده اتبقى من الكريمه. نبدا نعمل كده وردات بسيطه. طبعا كده نعمل كده وردات بسيطه بالكريمه اللي اتبقت معانا. شايفين كده عملنا تورته سهله وبسيطه في البيت. طبعا كده معانا شويه شوكولاته بيضه مبشوره بالشكل ده. شايفين حاجة كده بسيطة تزيينة كده بسيطة جدا زي ما انتوا كده شايفين بالشكل ده. يا رب كده تكون عجبتكم. شكلها كده حلو وجميل وحاجة بسيطة جدا. لازم كده الاول لما نبدأ كده بتزيينة بسيطة جدا، ما نقفرش عشان يعني ما تبصش مننا ونزعل عليها. ولازم كده تجربي مرة واتنين عشان تتعلمي. شايفين كده الجمال والحلاوة والشوكولاتة كده نازلة على الجوانب. صوص جميل جدا. طبعا كده نبدأ. الكيك بتاعنا هش جدا جدا جدا. طبعا كده نشيل قطعة من التورتة بتاعتنا الجميلة اللي ارتفاعها كده جميل. شايفين كده التورتة بتاعتنا شلنا منها قطعة. شايفين كده الارتفاع كيك من 3 طبقات ب3 بيضات بس. شايفين كده والكيك هش جدا جدا بالسبونج البيتي، ولون الكيك ابيض فاتح جدا وهش جدا جدا وما فيهوش اي فراغات. شايفين كده يعني مش محتاج كلام، المنظر بيتكلم عن نفسه. شفتوا كده الطريقة قدامكم تزيينة بسيطة جدا. يلا بقى جربوها بالطريقة دي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.